بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. أنا أدعى الصباح ممجاربة، وأنا المنسقة العامة للأمهات المدارس القرآنية في السنغال، وعملنا هو الاهتمام بالأطفال في الكتاتيب. تعرفون أن أمهات الدارات قديمة جدا هنا في السنغال، ولكن بسير الزمان نصير أيضا. نحن نذهب إلى الدارات، فكل واحدة منا يختص برعاية طفل واحد وتهتم بنظافته وأكله وصحته وحياته في المحضرة. هذه الأمور هي خلاصة مهمتنا نحن أمهات الدارات، لأنه قديما كان الدور ينحصر فقط في إعطاء الطعام دون معرفة معلم الطفل وظروف حياته في المحضرة. وحاليا جاوزنا هذه الحالة التي كانت مألوفة. نعم، في هذه المهمة نعاني ببعض المشاكل، لأن الاهتمام بالأطفال ليس أمرا سهلا، فأحيانا نشتري لهم النعال ينتعل بها اليوم وغدا يأتي ولا تراه مع النعال، وأحيانا تستحمه مرة ولا يأتي في المرات القادمة إلا إذا وجدته في المحضرة. وهذه المشاكل التي نعاني منها هي كثيرة جدا، وكذلك أيضا قلة الإمكانات، لأننا نعتمد على إمكاناتنا الخاصة وهي محدودة جدا، ونريد أن يكونوا في ظروف جيدة في ملابسهم وفي صحتهم وفي محيطهم الاجتماعي. نريد أيضا أن نتولى علاجهم عن طريق البطاقات الصحية، يعني بالمجان. ليس كل الأولاد الذين يجوبون الشوارع من الكتاتيب القرآنية، فأحيانا تلتقي بولد يتسول في الشوارع وتطلب منه قراءة سورة أو آية من القرآن ولا يستطيع ذلك، لأن البعض أيضا قد تسللوا في هذه المهنة نتيجة ظروفهم القاسية وليسوا منها. وكذلك أيضا الوافدين هنا من البلدان المجاورة للسنغال وهم كثر، وهؤلاء ليسوا من أبناء المدارس القرآنية، فهم لا يوجدون إلا في المدارس لا في الشوارع. نعم، وقد نجد بعضهم في الشوارع ولكن لحاجة ماسة، ولكن ليسوا من قطاع الطريق كما يظن البعض. فأحيانا قد يفر الطفل من المحضرة لأنه يفتقد إلى حرية أو يفتقد إلى حنان والديه، كما وقع ذلك في هذا الأسبوع، حيث فر أحدهم من فاتك وكان في داخلية ممتازة. لما وصل إلينا ما رأينا فيه أثر الجوع ولا العطش ولا التعب حتى. ولما سئل قال: إني حفظت القرآن، أريد فقط أن أدرس الفرنسية. أوقفته الشرطة فنادتني مع لجنة الخدمات الاجتماعية، فنشرت الخبر عبر الواتساب، فنادينا معلمه وأبوه وذهبنا إلى الشرطة، فصرح الولد بنفسه أنه حفظ القرآن ويريد أن يتعلم الفرنسية، وقد اختبره معلم آخر غير أستاذه فأكد ذلك أيضا، أكد أنه حفظ القرآن جيدا. وأخيرا تحدثنا مع والده فقال إنه يسكن بقرب مدرسة فرنسية عربية يمكن أن يذهب به هنالك ليواصل فيها. مثل هذه المشاكل أيضا نعيش مع الأطفال، لأنهم يفرون من الكتاتيب ويضيعون أحيانا، فهم يريدون التقرب إلى أوليائهم، لذا نحن نوصي إدخالهم في أقرب مكان ممكن
ليتمكنوا من رؤية آبائهم وأمهاتهم، فالطفل في حاجة ماسة إلى رؤية أوليائه، فهي جزء من كيانه لا يتجزأ. أما أن ترسله إلى المحضرة فقط ويبقى هنالك مع المعلم فهذا ليس معقولا. ثم إن المشاكل في المحضرة كثيرة جدا، فأصحابها لا يمارسون الزراعة ولا التجارة، وهم الذين يطعمون أولادهم وأولاد غيرهم مع كل الصعوبة. ففي مثل هذه الظروف تدفع البعض إلى إرسال الأولاد إلى الشوارع للتسول، فالدارات لا تجد سندا ولا عونا من أحد، فقديما كانت تجد حقولا للزراعة، ويوم الأربعاء كان يخصص للمعلم فيها، ولكن اليوم لا نجد هذه الأمور، لذا تراكمت المشاكل فيها. ولو وجدنا من يساعد المعلم في المحضرة ويتقاسم معه هذه المتاعب لهان الأمر. أنا أجد محبة في تقديم الخدمة للمدارس القرآنية، ألتقي بالأطفال وأتفقد عن أحوالهم، أسألهم هل أكلتم، هل شربتم، أنظر إليهم كما أنظر إلى أولادي، ولا أريد أن يعيشوا في غربة. أشتري لهم النعال وكل ما يحتاجون إليه، لأني أجد المحبة في قلبي، وأنا أؤمن بديني، ودين الإسلام يطالب بالنظافة. الأفضل أن نتقاسم الأمور، فالحكومة لا تستطيع أن تتكفل الجميع، فلنبذل قصارى جهدنا لتحسين أوضاع الأطفال في الكتاتيب. فهذه المسابقة التي تقام في سينيكو الفائزون فيها هم الأطفال الذين يعيشون في الداخليات فقط، لأنهم يعيشون في ظروف جيدة ولديهم وقت كافي للدراسة والراحة والنوم واللعب. أما إذا كان الطفل طوال اليوم في الشوارع وذلك بحثا عما يستعين به، فحين يجد النتيجة؟ فعلينا نحن جميعا نقف جانب الدارات، لأنها تدرس ولا تقوم بالإضراب. وما سمعتم ولو مرة أن محضرة الشيخ فلان في إضراب. لماذا؟ لأنهم يعرفون تمام المعرفة ما أمروا به. وما أختم به كلامي هو تقديم تشكراتي لهذا الموقع الذي يهتم بالدارات هنا وفي الخارج أيضا، وهذا يجعلنا نعرف كيف يعيش كل واحد منا في هذه الدارات حتى يتم ما يسمى التبادل بالمنافع، لأنكم تعرفونها. أنا شخصيا ذهبت إلى نيجر، ولكن رأيت كيف يعيشون في الكتاتيب، لذا أنادي الجميع إلى المزيد بالاهتمام بالمدارس القرآنية حتى يتعلم الأطفال في ظروف جيدة، فأماكنهم ليست في الشوارع، فإذا تركناهم في الشوارع يعني فقد دمرنا حياتهم الثمينة. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.